نتحدث عن تركيب. أعتقد بالثقافة العراقية عموما، يعني بالحقل الفني العراقي اعتدنا على نمط من الفنون، أو يعني الجمهور العراقي يتقبل نمط من الفنون، وبعيد عن هذه يعني الفنون المعاصرة اللي هي جزء من عندها تركيب فن الأرض في الفن البيئي أو فن التركيب عموما. هذه بعيدة عن الثقافة العراقية. أعتقد أقيم معرض التركيب بالعام الماضي، وكان إلى حضور بالتلقي العراقي، وهذا مهم يعني سواء على مستوى الناس أو على مستوى الطلبة. وكان هذا المعرض يعني سوى حراك بالفن العراقي، وأيضا حراك بالتلقي. سلسلة معارض تركيب اللي يعني أقيمت بالبلد هي بالحقيقة أعتبرها أني نواة أو نوية بسيطة لتبديل الذائقة العراقية، وهذا موضوع مهم جدا. يعني ما عندنا احنا بالبلد من زمان إلا فنون الحداثة والفنون التقليدية جدا، رغم أنه يعني أكو عزلة للفن بالثقافة العراقية عموما، ولكن الآن بدأ ما يسمى فن الفرجة. التركيب هو جزء من هذه الفنون اللي هو فن لحظوي وآني، ويعتمد على نوع من التغريب أو الغرابة. والمجتمع العراقي بهاي الظروف يعني العصيبة يحتاج إلى هكذا نوع من الفنون، يعني فن بفكرة لحظوي، كأنك تدخل فيلم قصير ولكن فيلم بصري. جمال هذه المعارض أو سلسلة المعارض أعتقد أني جمالها بغرابتها على هذه الثقافة، وبالتالي نحتاج أن تستمر يعني هذا الأسلوب بالعمل، وهذا الأسلوب بالتفكير أيضا. طلبتنا في كلية الفنون الجميلة من معرض التركيب الأول إلى الآن يسعون إلى دخول هذا الميدان، وهذا شيء أعتقد جدا مفرح. معرض التركيب هو من المعارض اللي صار لها اسم، يعني كلمة تركيب صارت علامة على حضور شيء بالبلد وبالثقافة العراقية. وأتمنى دائما تتواصل وتكون عندها حضور دائمي غير متقطع، وبالتالي تكون سلسلة من المعارض لتركيب اللي هي مثل ما قلت نواة لثقافة جديدة.